البنك التنميه قروض، تمام؟ ليه مش دافعش ناخد من بنك التنميه قروض؟ لان احنا لازم نغير في 2024 سياستنا في الاقتراض. يعني ايه سياستنا في الاقتراض؟ يعني انا النهارده 167 مليار دولار قروض او مديونيه خارجيه، كانت 164 بين 167 رايحين. يعني احنا بنستلف ازاي؟ بنستلف عشان نسدد القروض القديمه، ولا بنستلف عشان نعمل مشروع جديد يجيب عائد فيسد القرض وبعدين يبقى مصدر تنميه؟ هي دي سياسه القروض. القروض مش هتقف، مفيش دوله في العالم ما تستلفش، لكن كيفيه عمل سياسه جديده للقروض هو ده العنصر الهام في السياسه المصريه، سواء من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي، من بنك التنميه الخاص بالبريكس، من اي جهه. وضعنا النهارده لازم نبقى بنفكر في كيفيه ان انا انا راجل النهارده هستلف عشان اجيب عربيه هشغلها اوبر، هسد اقساط اللي استلفتها من البنك، وبعدين الفلوس اللي هتجيلي اكبر بقى بيها اولادي، اعلمهم احسن، اوديهم محاور صحيه احسن. فهي دي في الدوله المصريه. الجزئيه الخاصه بالبريكس في الاستفاده، طب مصر عندها النهارده اتفاقيات مع روسيا. حضراتكم وانا برضو كنت موجود مع مركز الحوار المره اللي فاتت في موضوع روسيا، المنطقه الحره بين مصر وروسيا، ما شاء الله بقالنا سنين بنتفاوض ونتكلم. المرحله السادسه عدى عليهم 5 وزراء تجاره وصناعه وما عملوش المنطقه الحره. يعني كل ده بنتكلم في التفاصيل. طب هل البريكس هيخلينا نسرع الاجراءات؟ لا. ما نحتاجه في التعاون مع البريكس او مع امريكا او مع العالم الخارجي هو تغيير المايند بتاعنا او الاداره، نظريه الاداره الاقتصاديه المتكامله والمتشابكه. لما النهارده يطلع اول ما يدخل بريكس نلاقي، انا بتكلم براحتي شويه ماشي، وزير الماليه طلع قال احنا عندنا فرصه لاخذ قروض جديده من بنك التنميه. لا خالص، استنى ثانيه واحده، انا مش عايزك تاخد قروض، انا عايزك تقول لي هتاخد قروض هتعمل بيها ايه؟ تشجع استثمارات ازاي؟ تمام؟ انا عايز يبقى في استراتيجيه وطنيه للاستثمار في الدوله المصريه، لانها المحور الهام لمصر النهارده. لكن سياسه مصر والاعتماد على السياسه الماليه اللي هو انا النهارده عندي ايرادات وعندي مصروفات، ومصروفاتي اكتر، فعندي حلين: ازود ضرائب او استلف. طيب ماشي، انت بتزود ضرائب فالناس بتزهق، بعدها مشكله، او وضغوط عليها، والناحيه الثانيه بتستلف فبتزود الاعباء على الاجيال القادمه. طب ما نغير الفكره شويه، ما انا يعني خليك ماشي بس اعمل تكامل مع ملف الاستثمار. ملف الاستثمار اعتقد هو الحل للدوله المصريه. والاستفاده بقى من البريكس النهارده هي استفاده في ملف الاستثمارات وجذب المستثمرين بطريقه مختلفه شويه، لان اليات الاستثمار مع دول وتكتلات اقتصاديه بتختلف بشكل كبير جدا. النهارده ازاي تستفيد النهارده من السعوديه والامارات بشكل مختلف من جانب بريكس؟ انت عندك النهارده اتفاقيات كبيره جدا. طب ما مصر وقعت مع الامارات المتحده اتفاقيه لمبادله التجاره بالعمله المحليه ما بين الدرهم والجنيه المصري. طب ما مصر وقعت مع الصين ب 8 مليار ما يوازي 8 مليار دولار اتفاقيه برضه لتبادل العملات. طيب هل الصين النهارده بداينا مصر بفلوس؟ طب ما تعالوا بقى نفكر في مقايضه بعيدا عن دفع الفلوس دي بالدولار، في مقايضه ما بين ميزان التجاري ما بين احنا بنصدر ايه وبنعمل ايه.